بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف كبير لنا وعظيم بأن يحضر معنا اليوم قطاع من القطاعات الحساسة الفاعلة في هذا المجتمع، وهو قطاع الحماية المدنية، الذي نرحب بالمدير الولائي للحماية المدنية والوفد المرافق له في يوم تحسيسي حول واجب أفراد المجتمع من أجل النهوض ومن أجل اليقظة والحذر تجنبا لما لا يحمد عقباه من الفيضانات والحرائق وكذلك حوادث المرور. في هذا الموضوع يحضر معنا إن شاء الله عز وجل أستاذ من قطاع الحماية المدنية ليلقي ويشرف مسامعنا في يوم ثاني من شهر رمضان العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين. ونحن في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك جئنا لهذه الولاية آملين إن شاء الله من هذا المسجد أن نخرج بنتيجة إيجابية، لأنه وللأسف الشديد أصبح المجتمع الجزائري مليئا بالمخاطر المتعددة والمتنوعة، بدءا من المنزل إلى الشارع إلى المعمل إلى المدرسة. كل المجتمعات الجزائرية، كل المجتمع أصبح تحدق به الأخطار، ولا سيما الأخطار الاختناق بالغاز، حوادث الطرقات، حوادث الفيضانات. أملي اليوم بهذا المسجد، مسجد العلامة الشرقاوي، أن نخرج بنتيجة إيجابية أمام الوجوه النيرة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك. جئت كلما كان حادث على مستوى الوطن الوطني إلا واتجهت، للأسف الشديد. جئت وأنا قلت أنني أطوي ملف الاختناق بالغاز أو أول أكسيد الكربون، ولكن للأسف الشديد ما زالت أرواح تزهق. أول أكسيد الكربون للأسف الشديد السنة الماضية سجلنا على مستوى الوطن هلاك 47 عائلة، مش أشخاص، عائلات انطوى الملف تاعهم، انطوى الدفتر العائلي. السنة هذه أيضا أزيد من 20 عائلة. ما عندناش مستشفى في ولاية الجزائر، بلدية فرقدو سجلنا هلاك عائلة، صغار السن، الزوج عمره 28 سنة، الزوجة 26 سنة، والابن تاعهم عام ونص. شيء مؤسف لك الإنسان تفقد عائلة بأكملها. السنة الماضية أنا لن أنسى هذه الحوادث، زرت هذه العائلات، عائلة في بلدنا مازال من الذكرى، وين تداولت هذه القصة عبر القنوات الوطنية. عائلة بأكملها، رحت زرت ولاية بلدنا، هدرت مع الزوج، واش قال لي بصالح العبارة؟ مشينا للمقبرة، قال لي الناس تدفن واحد ولا تدفن العائلة بأكملها، تدفن الزوجة تاعو و5 أولاده. عائلة بأكملها من جراء أول أكسيد الكربون. عائلة بدا سبحان الله داخل المقبرة يقول لي هذه الزوجة، هذا الابن تاعي 6 سنين واسمه وليد، عز الدين 18 شهر، وسيم 4 سنين، وتوأم شهرين، سوريا وزكي. مازال ما نطلق الاسماء تاعهم لأنه قصة مؤلمة من جراء أول أكسيد الكربون. يا جماعة أول أكسيد الكربون راهي كارثة، وبإمكان أي إنسان أن الظاهرة هذه تكون
الصيف السنة الماضية في الجزائر العاصمة سجلنا هلاك عالية بأكملها، بالرغم أنه كاين الصيف ما نستعملوش المسخن ولكن نستعمل الشرفان. مسخن الحمام العائلة هذه ما كانش دايرة من الكوندويت تاع الدخان، يعني أول أكسيد الكربون واش هو؟ بتكون عندنا معلومة هذا الاحتراق تاع البوال كاع عندنا المسخن في الدار وكاع عندنا الشرفان، النار هذه كي تبدا تشعل هذاك الدخان اللي يخرج هذا يسموه أول أكسيد الكربون. إذا كان الشعلة حمراء والله برتقالية نعرفوا باللي الشعلة ماهيش تتم بطريقة، نعرفوا باللي كاين مشكل وراح يكون مشكل، لأنه 47 عام السنة الماضية ما ننساش نبقى في الجزائر العاصمة كاين بعض الناس يقول لك كيفاش السخانة كليماتيزور والاختناق، هذه العائلة تستعمل الشرطة وما عندوش بروش داير القنوات صرف الدخان ويستعمل الكليماتيزور مغارق كل المنافذ كيما في فصل الشتاء الناس تبلع كامل البيبان والدواقي بعد الشطر. وهذه هي النقطة السلبية اللي أنا عايشينها. يلزم التهوية ثم تهوية بعد نضيعوا على المشاكل هذه، لأن الدخان هذا الكيمي هذا تاع المونوكسيد الكربون يعاود يولي للدار وحنا رانا نستنشقوا فيه، وهذا المونوكسيد خفيف على الأكسجين، يعني حنا نستنشقوا فيه وراه في غيبوبة. والعلامات تاع أول أكسيد الكربون الإنسان الراس تاعو يصدر، الصدر تاعو يبدا يتزير، تلقاو الدوخة ويبدا يطير. هذه كلها علامات باللي كاين مونوكسيد الكربون في الدار ونساء. وباه نعرفوا أيضا بلي كاين هذه الظاهرة السلبية، نشوفوا الشعلة إذا كانت حمراء ولا برتقالية نعرف بلي كاين مشكل ونغرق الشرطة. نبقاو في الشرطة السنة الماضية كانت أيضا عاملة بقلبة، شفتوها في التلفزيون. الزوج في طالب الجامعة، الزوجة خريج الجامعة و4 أولاده 21 سنة 20 سنة 18 سنة، أصغرهم عبد الرحمن 14 سنة. عائلة للأسف الشديد أنه الويكاند الخميس الجمعة السبت الحد تفقدوا وما كان حتى واحد، يعني عينوا الحماية المدنية رجال الأمن فتحوا الباب صابوهم في الحالة يدفعها وسائل. عائلة بأكملها. نبقاو في الجزائر العاصمة والصيف مونوكسيد. أنا ننصحكم اليوم نخرجوا يعني إن شاء الله بنتيجة إيجابية. الشرطة ياك بلاش نستعملوها في الليل، أنا ماذا بيا كل واحد يدور يطفي الشرطة لأنه يجي فيها المشكل. هذه العائلة اللي فقدناها في الجزائر العاصمة في فوردو بالشرطة مسكر كامل. كاين لي أيضا نقطة سلبية الله يستركم، ما تستعملوش لي تويو فليكسيبل. هذوك لي تويو يتكبروا وما نشوفوهمش بعين مجردة. يبدا الكبير هذا تاع المونوكسيد يبدا يتوغل في الدار يتوغل وحنا نشموا فيه والنتيجه سلبيه. كنا نبدا نحكي لكم القصص تاع مونوكسيد الكربون والله ساعات وساعات ما تكفيش. انا نحوس الهدف تاعنا نعرفوا باللي مونوكسيد الكربون يقتل. كاين بعض العائلات الجزائريه عندها البوال تاعها الشوفاج الزجاج مكسر ومخليه يمشي نورمال، اعرف باللي هذاك الدخان او يعاود يدخل الدار والنتيجه راح تكون وخيمه. حتى واذا كان الانسان ما ماتش راح يعيش حياته كامله معاه. السنه الماضيه سجلنا ايضا هلاك عائله بمدينه بلديه مليانه وليت عندها الزوج وزوج ولاده والزوجه، الزوج وزوج ولاده 13 سنه و10 سنين. والله يوم هذه دخلت للدار نلقى شايلهم الصباب الجدد مازال ما لبسوهمش، يعني تبكي كي تشوف ظواهر كيما هذه يا جماعه الخير. والزوجة صاعت الموت 8 شهور وهي في المستشفى بني مسوس، ومن بعد يعني عينين برك توقع فتحتهم، ومن بعد سألت عليها المرة هذه يعني عينت الوحدات الحماية المدنية عينت سوا عينت لها سألت العائلة هذه قلت لهم الزوجة قالوا لي دايما الله في عونكم. هذه بأكملها. احنا ما نتفاداو هذه الظاهرة. أول حاجة نتفاداو لي تويو فليكسيبل، لي تويو هذو يا جماعة راهم يتفقوا وبورتو يعني كيما يقول لك ماركه مادي جرماني ما تخدم، ولكن كاتبين فيهم لا ديري تفيد تاع سنتين وحنا الشعب الجزائري كذا بلاصينا حاجه ننساوها. اذا ليتويو اللي فيهم خاص يتفقوا وما نشوفوهمش ويبداو الدخان والنتيجه تكون سلبيه. اذا فصل الصيف هذا الجنب وهذا الظاهره تاع الشرطه نطفيوه في الليل. الله يسلمك نطفيوه يا اخي. انا الشرطه اللي يجيب لي مشكل نطفيها.
وقت اللي ندوش وايضا ظاهره كاين بعض الشرب مازال يستعملوا الطابونه داخل المراش يدوش طابونه وغلق كل شيء. الطابونه هذه تاكل اكسجين، تبدا تاكل اكسجين، تاكل النار، ويجد الانسان انه متوفي. السنه الماضيه ايضا عائله باكملها دوشت الاولاد بلوع 20 سنه، يعني يهضر الله ويبكي بلوع 20 سنه قال يدوش، يعني العائله كامله دوشت والطابونه كما طابونه راه تاكل اكسجين ما تخلي حتى حاجه، وما تخلي بنهم يدوش تاعي وهم يفضلوا يستناو في وليدهم وكذا يخرج ما كاينش يا فلان فتحوا الباب تاع الدوش صابوا الدين الله يمكن طابونه. شوف ننصح الناس تسخن الماء بالكوزينه وما تسخنوش في الدوش الله يسلمكم. هاي النتائج يعني السلبيه اللي نعيشوها. اذا بعد نتفاداو هذه الظاهره كما قلنا الشرب ما نطفوه في الليل، نعسوا الكبار تاعنا اذا كانت الشعله حمراء والله برتقاليه نعرف بها كان خطر، والنتيجه عائلات بالاكملها فقدناها. عائلات ولايه السمسير بلديه العيون، عائله الزوج وربع اولاد. الشيء المؤسف انه الزوجه طفله صغيره 8 شهور ماتت وهي ترضع في بنتها، كي تخلص منها ترضع في بنتها والله للاسف الشديد. اذا باه نجنبوا قلت العلامات باه نتفاداوهم انه الراس يوجع، الصدر يتزير، الدوخه وتجيك تقيه، اعرف بلي مونوكسيد الكربون، اعرف بلي يوم تلوث في الدار. وايضا الاختناق بالغاز او الانفجار، ذلك على الساتفيتيزيوس السنه الماضيه كاين هناك انفجار وين عائله فقدت البنت تاعها وجرى الاحتراق. باه نتفاداوها حنا الدوله الجزائريه ربما غادي يشد هذه السياله ما تروحش الفكره هذه من عندنا. حنا الدوله الجزائريه واقعه في شريط زلزالي يوميا، الهزات الارتداديه يوميا احيانا نوصل 50 60 هزه ارتداديه بسكوت، صح حنا ما نحسوش بهم، ولكن الهزات الارتداديه تلعب دور في الانفجار. كيف؟ حنا عندنا تويو تاع الغاز، ما عندناش تويو بالكونتور للبوال، ياك مسودين تويوات. هذيك التصوير هذيك مع الهزات الارتداديه 60 70 هزه في اليوم تبدا تتاكل وبعد يبدا ينفذ صغيره تاع الغاز، يبدا الدخان الغاز يخرج كيما وقع في عده ولايات، ولايه البيض، ولايه ديالك، ولايه مؤخرا يعني واحد بني فيلا بريمير ايطاج هبط الارض وتوفاو زوج بناته 23 سنه 21 سنه. هاي وقعت في وهران، يعني مدينه عريقه ولايه كبيره من جراء الانفجار. اذا باه نتفاداو اليوم كي تروحوا المنازل تاعكم حاولوا لي تاع الغاز بالصابون والماء وتلقاو دي فويت. السنه الماضيه ايضا بولايه عين الله قسموني انا بلا سمعتوا بهم ايطاج كامل 4 سكنات، هذا الاب وللاسف الشديد يعني تسوى هو والبنت تاعو والابن تاعو. دخل كيف تحدث شد الريحه تاع الغاز، هو بعد يحكي لنا هضر على التعاون العلمي المدنيه، راح مباشره للديريكتور تاعو ويوقع الانفجار. كانت بالويكاند لحسن الحظ يعني ما كانش الوفيات، ولكن 18 حاله منها 3 حالات حاله خطيره. الانسان اذا كان تسوى في وجهه في يده وش من الحياه قاتله. اذا ان شاء الله نتجنبوا هذه ونروحوا لموضوع اخر. انا مازالي متاثر على الاختلاف تاع باتنا ولا فقدنا الزوج نهضر معاه في المقبره ويقول لي هذه الزوجه هذه الاولاد ماشي سهله يا جماعه. بل الانسان يفقد العائله كامله، تموت العائله كامله وما يبقاش واحد يا جماعه، والله شيء صعب. رحت معاه المقبره شفت رحت معاه المنزل تاعو، قعدت امام الباب تاعو هكا نشوف الشجر غارسه، قلت له هذا كان يلعب قدام الشجر هذا هو، قال لي ايه، قلت له هذا نساء وكذا، الا انه ما يستاهل ما تصبر الناس. قلت له سمي هذه الشجره باسم بلاد كزاكي هذه سوريا باه يعيشوا، باه تشوف الحياه تاعهم، يعني الشجره تكبر وتشوف ولادك في الشجر هذا. قال لي ان شاء الله يا ربي، يعني الا انه سالت عليه مؤخرا قالوا لي شويه عقله فقد شويه عقله، ما يستاهل بها الانسان يفقد العائله. ولكن انا نرغب دوما اختلاف الشجره، ونحن مقبلون على شهر الصيف الاحترام. للاسف الشديد سنويا ان الجزائر تفقد الاف من الهكتارات، تزيد
شوفوا السنة الماضية فقدنا آلاف الهكتارات. كلنا مسؤولين على هذا، كلنا نتحمل المسؤولية ولا كل صراحة. السنة الماضية فقدنا 25,000 هكتار من الغابات وطنيا. فقدنا أزيد من 156,000 شجرة مثمرة بما فيها شجرة التفاح الزيتون. إذا قلنا 156,000 شجرة مثمرة، نعطوا مثال هنا شجرة الزيتون كاين. عندنا الشجرة تاع الزيتون تعطينا شحال من ريتة بالزيت؟ من 16 ل 22 ريتة، صح؟ إذا كان شفنا مثلا سنويا نفقد 50,000 شجرة. شوفوا نسبة الزيت اللي نفقدوها. علاش البارح كانت الزيت 29,000 اليوم راهي 180,000 وما نسيبوهاش خطر. شوفوا النتائج الوخيمة. أيضا السنة الماضية فقدنا 11,000 شجرة نخيل، 11,000 نخلة على مستوى الولاية. 11,000 كاين بعض النخلات اللي تجيب حتى 3 أماطر. أي نديروا عملية حسابية ونشوفوا الجزائر واش تفقد. أيضا السنة الماضية فقدنا 13,000 هكتار ما بين القمح والشعير. حنا عندنا 1 هكتار شحال يعطينا؟ 9 قناطر. قوموا بعملية بسيطة ونشوفوا النتائج. ولكن أنا جاي هذا قال عن الشجرة لو قامت القيامة وفي يدك فسيلة فاغرسها. سبحان الله، القيامة راح تقوم ستغرس الشجرة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. علميا يا إخوان، علميا عندنا الشجرة الوحيدة، شجرة واحدة، شجرة برا تعطينا نسبة الأكسجين في الساعة 1.7 كيلوغرام من الأكسجين في الساعة. إذا قمنا بعملية بسيطة نديروا 10 سوايع مثلا، نجد أن الشجرة تعطينا أزيد من 20 كيلوغرام من الأكسجين في اليوم. 25,000 هكتار، 156,000 شجرة مثمرة. شحال نسبة الأكسجين اللي فقدناها؟ علاش الأمراض المزمنة؟ علاه؟ ولكن الله عز وجل شوف الشجرة خلقها أنه في النهار تبدل لنا الأكسجين نستغلوها، وفي الليل تمتص الغازات السامة، هذا الدخان تاع الطوموبيلات وين يروح؟ كل شيء الشجرة هذه ورانا متنا لي بومو تاعنا صار مشاو. شوفوا عظمة قدرة الله عز وجل الشجرة. أيضا الله عز وجل ما خلقش الكون هذا عبثا، بل كي تمشوا برا تلقاو الشجر الصنوبر معمر بالتراب، صح؟ ما طرحتوش السؤال لماذا عليها؟ علاش شجرة الصنوبر فيها التراب؟ ولكن الله عز وجل لم يخلق هذا الكون عبثا. عندنا 1 هكتار من شجرة الصنوبر يمتص 32 طن من الغبار. شوف سبحان الله، 1 هكتار من الشجر الصنوبر يمتص يبصر به 32 طن من الغبار. ومن بعد يطيح الشتاء ترى بدأت يطيح والحياة مستمرة. هذه هي الغابة، هذه هي الشجرة. يا جماعة نحافظوا على الثروة، اللي موش قادر يغرس الشجرة ما يحرقهاش، ما يقطعش الشجرة. الشجرة سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو قامت القيامة وفي يدك فسيلة فاغرسها. احنا اليوم على شلالنا بل ندعو ربي يدخل الجنة إن شاء الله، ياك؟ ونحن في هذا اليوم المبارك من الجمعة المبارك في شهر رمضان. اغرس الشجرة، كل واحد يغرس الشجرة ويسميها باسم ابنه، باسم ابنه، بنته، باسم اليماه، باسم باباه. يوم القيامة هذه الشجرة تشهد لك ودخلك الجنة، لأنه كل ما كلا زوج عصفور كلا حاجة تدي الأجر. واحد يتضرر من الشجرة هذه تدي الأجر. دول لا تدين بالديانة الإسلامية، يا سبحان الله. في سريلانكا مقاطعة في مقاطعة كندا، المسجون كيزيد دخل كيزيد كيفاش يدير، يروح لمصالح الغابات يعطوه الشجرة ويعطوه بون حتى يغرس الشجرة باه يسجل ابنه في البلدية. دول ما تدينش بالديانة الإسلامية حتى يغرس الشجرة باه يسجل ابنه في الإبريفامي باه يروح البلدية يسجل اسمه. من المفروض احنا كمسلمين احنا اللي نكونوا أولى بالله. إذا اليد فاليد يا جماعة، والغابة غابة الجميع. ما نتأسفوش على الغابة اللي مشات، ربما تقبل الله عز وجل احنا اللي نخرجوها ونزيدوا ندوا الأجر. ما نقولوش مشات، لا، الغابة غابتنا، نخرج كل واحد فينا يغرس الشجرة، كل واحد فينا يحافظ على الشجرة هذه. الشجرة هي الحياة، الأكسجين هو الحياة. إذا الشجرة هي اللي معيشتنا. اليد في اليد نوصل للنتيجة بإذن الله. من الغابات إلى حوض الطرقات. للأسف
الشديد يا شباب، خاصة الشباب. علاش نركز على الشباب؟ لأنه الإحصائيات أزيد من 60% شباب في مقتبل العمر اللي رانا نفقدوهم، شباب من 20 سنة 40 سنة. رانا السنويا في حول الطرقات نسجلوا 4500 قتيل، 4510 بارون يا جماعة. إحصائيات راهي جد مرتفعة. ضرب كنا نبداو نحطوا 100 قدام 100 من الجزائر العاصمة ما تكفيناش. 4500 قتيل، 60,000 مجروح، وكاين المجروحين هذو اللي يموتوا، 2000 معاق حركيا سنويا، 2000 معاق. عفوا، تروح للمستشفى برك طلع الناس المجروحين والمعاقين. المعاق اللي يبدا يهضر لك، هذا المعاق البارح كان كيما احنا، اب عنده ولادو، عنده الزوجه تاعو، عنده الوالدين تاعو، كان يقضي لهم، كان يخدم، كان يجيب القفه. اليوم اعزكم الله دوره المياه ما ينجمش يدخلها، الفيسي ما ينجمش يدخلوا. اون دي كابي منين عدم احترام قانون المرور. والله يا شباب يا جماعه يا الوجوهيه، والله وجا فينا كل واحد فينا يحترم قانون المرور ما تصراش راسنا. لا فيتاس يا جماعه، يا جماعه السرعه في وقتها مليحه، صافي غير وقتها لا. يا شباب انا ناكد على الشباب، فاش الرجل يطلع لجان ويدخل يصوت. يا شباب احترم قانون المرور، ديروا قانون هذا، ديروا خوف، ديروا باباك، ديروا يماك، ديروا الزوجه تاعك. عجبني واحد في الفيسبوك جداد اللي يقول في التسعين حاط التصويره تاع بنو، او يمشي حتى يوصل التصويره تاع بنو يفكر باللي راه في سرعه من هنا يغالط. يا جماعه 4500 قتيل، وما اخطرهم هنا ومعنا اللي فقد الاخت تاعو، اللي فقد الاب تاعو. علاش نوصلوا للنتيجه؟ علاش يا جماعه 4500 قتيل، 60,000 مجروح، 2000 معاق سنويا. احترموا قانون المرور، احترموه، توصلوا للهدف تاعنا. والله نوصلوا ان شاء الله باذن الله. انا ماذا بي يلوم الوجوه النيه لانه نخرج من النتيجه ايجابيه باذن الله. كامل احترام قانون المرور. ظاهره سلبيه رانا نعيشوا هذا، واحد يكرهصوا الواحد وكان يدير جريمه. الكلاكسون ينبهك، انا عندي سياره كلاكسون يدير قدامي عندي سياره، اول ما يشد اللي فيك العكس باللي درت غلطه، انا نحذرك ما توقعش في غلطه اللي راح تهلك العائله تاعك. اذا والله استسمحكم، وساعود باذن الله، ساعود الى هذا المسجد باش نحكي مواضيع، لانه مواضيع مختلفه ومتنوعه. نروح في عجاله ايضا للفيضانات، ما عليهاش نحكوا عليها، ولكن عندي انا علاش حبيت نحكي على الفيضانات. احنا دوما ندعو في الله عز وجل اللهم اغثنا، هكذا ياك الشتاء نعمه، الامطار نعمه، ولكن سرعان ما طيح الشتاء هذيك نجد انفسنا كاين اللي ما يوصلش الخدمه، كاين اللي ما يوصلش ابنه المدرسه. علاش؟ الدعوه كاع انوبي الماء. شكون المسؤول هنا؟ المسؤوليه مشتركه، كل من يتحمل المسؤوليه. ربما يتساءل الانسان علاش؟ كما صارت لي في ولايه زبزور، في ولايه بازا، واحد قال لي ما نتحملهاش، قلت له لا والله كنا نتحملوها. كيفاش نتحملوها؟ احنا دروك اللي يمشي يفتح الطاقه ويرمي الباكي تاع الدخان من الطاقه، اللي يرمي الشرط الشمه من الطاقه يرمي. الله يعفو عليكم الناس اللي تكيفوا، الله يعفو عليكم. اللي يرمي القشور الفاكهه من الطاقه، اللي يرمي القاع من الطاقه، وين يروحوا لي سافوار كاينين لماذا لازم بوشين. اذا حنا اللي تسببنا في النقطه هذه، صح ولا ماشي صح؟ والله يا جماعه الخير انا دائما نتحدث على دول اجنبيه. المانيا دوله عظمى، الابن تاعهم فاكراش السنه الثالثه يعلموها كيفاش يجيب لها الساشيه تاع الزبل اعزكم الله، كيف يعمرها، كيف يربطها، كيفاش يرميها في لابوبال. 3 سنين فاكراش يعلموه كيف يربط الشكاره ويحطها. احنا اللي يرمي الطاقه ما يحطش لابوبال. سبحان الله. نخرج اليوم ان شاء الله يا جماعه الخير، والله ستؤجرون امام الله عز وجل، لانه النظافه من الايمان، النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. الانسان هذا اللي يرمي الطاقه سيؤذن يوم القيامه. الانسان اللي
لا بوبا يقول على هاي كاينه هو يرفد الساشيه ما يحطهاش ربما يعطيها بلو ما ينجمش يرفد الساشيه يرميها في الباب تاع الباطن. ولكن حبيت نخرج بالنتيجه باه تكون الاراده وتكون صح العزيمه ونوصلوا للنتيجه باذن الله. احنا وين المشكله مثلا نخرجوا من المسجد، انا لقيت قاعه مرميه نرفدها ونحطها في الباب، انا لقيت ساشيه نرفدها ونبتغي وجه الله عز وجل. كاش ما نقص فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما ما مع في مجلس الشورى مع الصحابه رضوان الله عليهم، احد الصحابه حب ينوض باه يروح يشرب، عمر بن الخطاب قال له اقعد في بلاصتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب له الماء قال له اشرب امير المؤمنين. قال له رحت وانا عمر وجيت وانا عمر، رحت عمر وجيت وانا عمر، نقص فيها واحد حاجه صح دينا الاجر صح ولا مش صح؟ بنحافظوا على المدينه تاعنا، كل واحد يخرج فينا اليوم يلقى قاعه يفيدها الله يجزيه، يحطها في القبال يلقى ساشيه يفيدها ونبتغي وجه الله عز وجل، والله نوصل للنتيجه، نوصل انني الله عز وجل يوفقني. الشيخ زاد باذن الله. اذا والله استسمحوا الوجوه النيره والقلب معمر ما عليهاش، راهم خاوتي اليوم. نروحوا للمسعف في كل عائله. الحمايه المدنيه الحمد لله من سنه 2010 فتحت المجال للحمايه المدنيه. المجتمع الجزائري كلكم مطالبين اليوم بتكونوا مسعفين. روحوا سجلوا اسماءكم في حاله الحمايه المدنيه. إذا كان مجموعة راحوا سجلوا وكتبوا تليفون، الحماية المدنية عندهم ديسيسيون من يجوا يفوتوا دفعة مدة تكون 21 يوم. تعود مسعف في كل عائلة. أحيانا الإنسان أفضل ربما الزوجة تاعك تحت قدامك والله ابن تاعك قدامك ما تعرفش كيفاش تقدم له الإسعافات الأولية. لو جيست كي صوب. هذه هي الإرادة تاع الحماية المدنية باه نكونوا المجتمع الجزائري. الحمد لله على مستوى الوطن رانا مكونين أزيد من 115,000 مسعف ما بين نساء ورجال. إذا قلنا 115,000 مسعف يسمى رانا مكونين 115,000 عائلة. يعني عائلة لا قدر الله شو واحد ينجح فيها يعرف الإنسان كيف يقدم المساعدات الأولية، كيف يعني يستنجد بالحماية المدنية. رايك كما الوقت اللي أفعل الحماية المدنية جميعا أن تقدر بالإسعافات الأولية. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه اللي حبيت نوصل لها. أنت اليوم غدوة توجد واحد الضحية صارت وصيفهم سيركيلاسيون تصور فيه أنت كيفاش تفتح الباب كيفاش تعلمت تقنيات الإسعاف. الله عز وجل يقول ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. عرفت معنى الناس جميعا؟ 9 ملاير اللي متوزع على الكرة الأرضية راك تؤجر عليها في الدين الأجر. نقطة مهمة اللي مش قادر يكون في الإسعافات الأولية ما يعطلش سيارة الإسعاف وشاحنة التدخل. والله يا جماعة الخير رانا نتلاقاو مشاكل في سيارة الإسعاف وشاحنة التدخل ما تجي توصل للمكان اللي متوجه ليه أحيانا نعانيو. لا بونديرجونس مخدومة للإسعافات الأولية. افسح المجال سيارة الإسعاف الأولية الله يستر. افسح المجال عفوا افسح المجال لشاحنة التداخل. هذه الشاحنة اللي خارجة راح تطفي وزين يشعل وزين تخدم فيها انت وخوك وباباك. الوزين اذا كان تاع عصاية عاجل يترمى شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ تعود ماكش خدام من الصباح. سيارة الإسعاف نحكي لكم قصتين وقعوا. الأسبوع اللي فات كنت بيوني اللي حكى لي إنسان حاضر القصة هذه قال لي والله أنا عشت هذه القصة هذه. الحماية المدنية ربي نوصل أشياء واحد عاقل سيارة الإسعاف يعرف فيها وبعدها في الشارع واش كاين سمحوا لي هكا عامية ومن بعد حتى جاو البوليس حبسوه. واش كاين قالوا تعرف في سيارة الإسعاف. المهم الحماية المدنية مشات راحت البلاصة هذيك دخلوا للدار صابوا المراميد رفدوها ومن بعد شكون اللي يوصل هذاك اللي عرف سيارة الإسعاف وجود المرأة تاعو ميتة. قصة حقيقية في البليدة يسكن هذا الدم فرنسا. إذا حبيتوا تسقسوا على القصة هذه سقسيوا وقعت في البليدة. قصة وقعت في مصطفى باشا يا جماعة الخير. أيضا إنسان يعاقب بسيارة الإسعاف كان هو الزميل تاعو. قالوا له رومبيرونس يفارع قالوا له البريفي بلي يفارع قالوا كنا نبعدوا ونخلوا رومبيرونس جوز نتبعوها وصلوا لمصطفى باشا يتبع فيهم. جبت واحد البيتاقة يبريزونتيها
لا داعي لذكر المؤسسة أو الرقم. قال له تفضل طاح مع عون حماية مدنية زين. قال له حاب نشوف. تفضل هو من وصيله تاعك. قال له أنا اللي خدام. هو من تاعك أنت شاحين بيبي تاع حماية مدنية تاعكم والله تاعكم. قال لا قدر ربي يوم واحد في دارك لما تعين. لا حماية مدنية إذا بيبي تاعك لومبيروس تاعك. وصل فتح الباب وجد الأب تاعو ميت. ضرب كوكار مع لا تليفون لا ورقة. الباب كبير بس الميت طاح. قصة حقيقية. اعمل ما شئت كما تدين تدان. الذنب لا يغتفر والديان لا يموت. والله كما تدين تدان. اليوم قد سير تسعة أعرف من الدكتور غضب عليك. قصة عندي كتيب ونخدم بها. عندي كتاب جبته من المملكة العربية السعودية عنوانه أقسمت بالله أن أروي حقائق أغرب من الخيال. سبحان الله تبدأ تقرأ وش الواقع عليه سبحان الله. هذا إنسان شاب كان يسوق في السيارة. ليكون في عند جماعة من السعودية مصنفة الأولى في الدول العربية في حوض الطرقات. عندك 8,000 10,000 تأتي سنويا. وبعد تجي مصر المغرب احنا مصنفين في المرتبة 11. معليش نتمناو أنه نزيدوا 4,000 قطيرة. هي هذا الأخ كان صغير شاب مع الزملاء تاعو يسوق في السيارة بسرعة جنونية. شوفوا الحيوان يعني سبحان الله. الجراوة الصغار قاطعين الطريق ويضرب واحد الجرب بالسيارة عمدا يشوف الجرب كيفاش طلع وكيفاش هبط بالدم تاعو طاح ميت. يشوف الأم تاع الجرب هذه كيفاش جات رفدات فمها. الحيوان أحيانا أرهف من الإنسان عنده معنى رحمة. ويشاء القدر وتدور عجلة الزمن بسرعة مذهلة. بعد 20 سنة هذا الإنسان يمشي بالسيارة تاعو عند الابن تاعو حبس أمام متجر باه يبني. بعث ابنه باه يقضي. جاء ابنه جاي بالكابلة وجاي سبحان الله القفة. ويشاء القدر أن يجي سيارة وتضرب ابنه. شوف الإنسان هذا السعودي كيفاش يحكي لها. قال له شفت البني كيفاش طلع وكيفاش هبط بالدم. قال له تفكرنا القصة 20 سنة عنها كيفاش ضربت أنا هذا الحيوان. بدو سبحان الله كما تدين تدان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إذا أستسمح الجميع رمضان مبارك إن شاء الله. ربي يغفر لنا ويغفر لكم وربي يحفظنا ويحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون تحية احترام وتقدير لقطاع الحماية المدنية بعمالها ورجالها وإطاراتها على ما يقدمونه من أجل الحفاظ على كلية من الكليات الخمس وهي الحفاظ على النفس أو من أجل الحفاظ على جميع الكليات. الحفاظ على المال، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العرض، الحفاظ على الممتلكات. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يسترنا وأن يسترهم وأن يوفقنا لخدمة الصالح العام إن شاء الله عز وجل. فشكر الله سعيك أستاذنا الكريم. عندنا رخصة جمع تبرعات لمسجد قرية تلاخليل بلدية البيدوالة جمعة بنوتي تلاخليل. مش لازم نجمع ما تيسر من المال كل واحد ان شاء الله يبان واش قدر. والله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا. ان شاء الله كل الصف المكلفون ينوضوا جمعوا تبرعات هذه ان شاء الله.